السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فوائد وأضرار نبتة الفول الأخضر للجسم. ده كده شكل النبتة بعد ما اتحطت في قطن وعدى عليها أسبوع، وأول ما بتنبت الزهرة بتاعتها بالشكل ده بناخدها وننقلها للتربة المناسبة ليها. والتربة المناسبة لزراعة الفول تربة تكون شديدة الخصوبة وتكون سريعة في تصريف المية. وده كده شكل النبتة بعد ما طلعت من تحت الأرض وظهرت على وش الأرض. ودي كده مراحل متغيرة لنمو حبة الفول. كمان الفول من أسهل النباتات اللي ممكن تتزرع في البيت. بنجيب بعض حبات الفول وبنحط عليها قطن ونبدأ نرشها بالمية لغاية ما تبدأ تزرع والزهرة بتاعتها تظهر، ننقلها للتربة المناسبة ليها. طيب ايه هي فوائد الفول الأخضر؟ بيحارب السرطان لأنه بيحتوي على مادة الكلوروفيل اللي بتساعد في محاربة المواد السرطانية اللي ممكن تدخل للجسم من خلال بعض الأطعمة اللي بيتناولها على مدار اليوم. كمان بيساعد الأم الحامل في حماية طفلها من التشوهات وخاصة اللي بتصيب الحبل الشوكي. كمان بيساعد على الحفاظ على صحة العظام لأنه من أغنى النباتات بفيتامين ك، فبيساعد في تخفيف آلام العظام وأعراض أمراض الروماتيزم. كمان بيساعد على الحفاظ على صحة القلب والشرايين، وبيساعد على المحافظة على الأسنان وعلى قوتها. كمان الفول الأخضر من النباتات اللذيذة اللي كلنا بنحب ناكلها، بس الإفراط في أكل الفول للأسف بيضر القولون وبيخلي المعدة مش مستقرة. فعلى قد ما هو مفيد لكن برضو ما ينفعش الإفراط في أكله، لأن بيأذي القولون وبيخلي القولون يجمع غازات وبيعمل انتفاخات للمعدة. كمان في اللي هم مرضى الفول فهم ممنوع ان هم ياكلوا الفول. ربنا يشفي ويعافي كل مريض. انما الفول بشكل عام هو حاجة جميلة جدا. كمان الفول بعد ما بيبقى في اخر الموسم بتاعه كده بيبدأ الحبات بتاعته بتتاخد وبتتجفف، وحسب حجم الفول ممكن يتجفف علشان ندمسه وممكن يتجفف علشان يتنبت. الفول الأخضر كمان احنا ممكن نطبخه، هو أخضر كده بيتعمل على الرز، وممكن يتعمل بصلصة وبيتعمل بيه بصارة، وممكن يتسلق الفول بالقشر بتاعه، ممكن يتقطع بالقشر بتاعه بعد ما يتغسل كويس ويطبخ مع لحمة. بصراحة هو في كل الدول بيطبخ بأشكال مختلفة. كمان في حاجات بتظهر وسط الزرع بالشكل ده ان ما تخلصوش منها بعد فترة بتبدأ تتفشى وبتبوظ الزرعة كلها، ودي كده اسمها الهالك. دي كده حبات الفول، في اللي حجمها صغير بالشكل ده وفي اللي حجمها كبير بالشكل ده. الفول بيتعمل كمان نابت بانه بيتاخد ويتنقع في مية. اول ما يبدأ يظهر له زر ابيض كده بيبقى كده نبت وبنقدر نسويه، او ممكن ناخد اللي هي الحبة البلدي او الحبة اللي هي الصغيرة دي وبتتدمس. وطبعا كان كتير مننا في رمضان مدمس فول علشان السحور، فبيتهيألي هو الفول في كل اشكاله وفي كل انواعه جميل جدا ومحبوب. ده كان فيديو النهاردة وبعض المعلومات عن نبتة الفول، واتمنى ان هي تكون عجبتكم. ولو عجبتكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.